بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبنا وقلوبنا كمان تالتة إعدادي، إن شاء الله رجعنا لكم كده بحاجة تصوير لذيذة معاك كده، بحيث إن إحنا برضو نكون مش ناسينك ومستمرين معاك. وأنا عارف أنت بتضحك عليا دلوقتي فهناخد معاك كده إن شاء الله الدرس الرابع في الوحدة الأولى جغرافيا إن شاء الله، اللي هو درس النشاط الصناعي. ومحتاج اتكلم معاك في كده شويه حاجات قبل ما نبدا شرح فيه فعليا، ونوضح لك بعض الجزئيات المهمه والحاجات، وما تركزش مع ايه كده يعني، فخليك معايا. طيب، النشاط الصناعي بيقول لي هنا يعد واحده واحده كده. الاول يعد النشاط الصناعي قمه، بسم الله ناخد اللون بتاعنا الاول الاحمر عشان الايه الجماعه الامارات دول كده. يعد النشاط الصناعي قمه الانشطه الاقتصاديه، هو اعلى نشاط في الانشطه الاقتصاديه. هو اعلى نشاط في الانشطه الاقتصاديه، يبقى هو القمه. وبالرغم من وجود الصناعه في عده دول انها لا بتختلف في نوعيتها، خفيفه او تقيله، مدى تركزها وجودتها. طيب انا مش فاهم حاجه يا مستر، ناخدك كده في جوله صغيره ونحاول نوضح لك الكلام ده على صفحه جديده. نمسح معاك كده، نبدا بسم الله، نخلينا في اللون الاسود. الاسود هيبقى حلو. طيب احنا قلنا عندي انشطه اقتصاديه عن الشغل. الانشطه منها مثلا يا مستر الزراعة، طيب ايه كمان؟ الصناعة، طيب التجارة، الراعي اللي احنا هنتكلم معاك فيهم بتفصيل، التعدين، الأنشطة اللي هو الشغل. طب ايه أهم فيهم نشاط اقتصادي أو أعلى نشاط اقتصادي؟ طبعا الصناعة. هتقول لي لا يا مستر، هقول لك خليك مثلا تيجي تزرع مساحة أرض كده كبيرة، مساحة الأرض ديت هتجيب لك مبلغ مالي معين. طيب مهما كبرت يعني هخليها تجيب مليون، هتجيب لك لو مساحة أرض كبيرة قوي كمان. طيب خليك مثلا انت جيت صنعت طيارة، شوف بقى الطيارة هتبقى عاملة كام مليون، ومليون دولار كمان. فبالتالي العائد الاقتصادي اللي بيجي من الصناعة أعلى من الزراعة. فبالتالي قمة الأنشطة الاقتصادية، قمة الأنشطة الاقتصادية هو الزراعة، هنا الصناعة. طيب قال لي برغم وجود الصناعة في عدة دول إلا أنها تختلف في الصناعة موجودة في كل الدول، طبعا بتختلف في كذا حاجة. واحد، نوعيتها. يعني ايه نوعيتها يا مستر؟ قال لي خفيفة أو ثقيلة. طيب اتنين، مدى تركزها. تلاتة، جودتها. طب الأول كده يا مستر، نوعيتها يعني خفيفة أو تقيلة؟ أقول لك نوعيتها خفيفة أو تقيلة، أنا ممكن أصنع قلم، وممكن أصنع طيارة أو دبابة، ففي صناعة خفيفة وفي صناعة تقيلة. اتنين، مدى تركزها، موجودة كتير في الدولة ولا بنسبة قليلة؟ تلاتة، جودتها، الصناعة دي جيدة وحلوة ولا صناعة ملهاش أي لازمة؟ طيب هنا يا مستر قمة الأنشطة الاقتصادية هي الصناعة. قال لي برغم وجود الصناعة في عدة دول إلا أنها بتختلف في كام حاجة يا حبيبي؟ تلاتة. إيه هم بقى؟ واحد، نوعيتها خفيفة أو تقيلة. اتنين، جودتها جيدة أو لأ. تلاتة، مدى تركزها. طيب احنا كده فهمنا الجزئية ديت، نمسح تاني ونروح لحاجة جديدة. قال لي تعد الصناعة الحديثة هي مقياس تطور الشعوب وازدهارها. يعني ايه يا مستر؟ الصناعه الحديثه هي مقياس. بص، عايز تقيس مدى تقدم شعب، شوف الصناعه بتاعته. صناعته متطوره يبقى الشعب ده متقدم، صناعته ما عندوش صناعه او ما صناعته قليله يبقى الشعب ده فقير. طبعا ليه؟ ما هو الدوله اللي بتصنع لك الكمبيوتر او الشاشه اللي قدامك او الموبايل بتاعك دوله متقدمه، انها قدرت تجاري الكلام ده كله وتعمله. اما اذا انا ما قدرتش اصنع، فبالتالي انا دوله ضعيفة أو فقيرة. يبقى الصناعة هنا يا أولاد هي مقياس تطور الشعوب، بتقيس تطور الشعوب من خلال الصناعة. ناخد لون تاني كده زي قال لي هنا، دللنا على كده أو دلل أو بما تفسر، وده أهم سؤال في الدرس الصغير الحلو اللي معانا ده. قال لي هنا لأن الصناعة حيث أن الدول المتقدمة، أنا أقسم لك الإجابة هنا 3 جزئيات. رقم واحد، إن الدول المتقدمة هي الدول التي أخذت بالأساليب
العلمية. مسحت ليه؟ حيث أن الدول المتقدمة هي الدول التي أخذت بالأساليب العلمية والأساليب الحديثة. 2 بتطور الأساليب والمنتجات بشكل مستمر. طيب يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ اقول قال لي الصناعه هنا مقياس تطور، بتقيس تطور الشعوب بالظبط. قال لي لان الدول المتقدمه هي الدول اللي اخذت بالاساليب العلميه، العلم والتكنولوجيا وتطوير الاساليب اللي اخترعتها والاسباب اللي بتاخدها وكيفيه الصناعه بتاعتها، وانها تطور وتحدث المنتج بشكل مستمر. طيب تعال نشوف الكلام ده كده معاك واحده واحده. نبدا بسم الله. قال لي هنا تعال نشوف السؤال مع بعض اهو. تعد الصناعه الحديثه هي مقياس تطور الشعوب وازدهارها. دلل. هتقول لي هنا حيث ان الدول، نقسمها بعض كده السؤال، حيث ان الدول المتقدمه هي الدول التي تطورت فيها الصناعه تطور مذهل. يبقى الدول المتقدمه اللي الصناعه فيها تطورت تطور مذهل. كمل اخذها بالاساليب العلميه، اخذت بالاساليب العلميه وتطبيق الابحاث والتجارب في الاختراع. دي 2 طبقت الابحاث والتجارب بتاعتها في الاختراع اللي لسه قايلها لك. 3 بتطور وتحدث المنتجات بشكل ايه؟ مستمر. بتطور وتحدث المنتج بشكل مستمر. وليكن مثلا احنا وليكن في سنه 2025، لو رجعنا لسنه 2024 لو انت معاك موبايل مثلا هنا نوع معين، السنه اللي جايه اللي هي 25 نزلوا اصدار اعلى واحسن، فبالتالي انت بتحدث وتطور المنتج بتاعك بشكل مستمر عشان تفضل محافظ على التقدم والازدهار اللي انت فيه. يبقى تاني كده يا مستر، تعد الصناعه الحديثه هي مقياس تطور الشعوب واصدارها. قال لي ايوه. ازاي يا مستر؟ اقول لك. قال لي ان الدول المتقدمه هي الدول التي اخذت بالاساليب العلميه في الاختراع، الدول اللي هي بتاخذ هنا طورت والاساليب العلميه الحديثه فيه، اخذها بالاساليب العلميه وتطبيق وتحديث المنتجات بتاعتها بشكل مستمر، فبالتالي بتحافظ على التقدم بتاعها. يبقى تقول لي هنا الصناعه مقياس تطور الشعوب واصدارها، هتقول لي حيث ان الدول المتقدمه هي الدول التي تطورت فيها الصناعه تطور كبير، اخذت بالاساليب العلميه وتطبيق الابحاث والتجارب في الاختراع. 3 تطوير وتحديث المنتجات بشكل مستمر. لذلك بقى هتلاقي الصناعه بتتركز في الدول المتقدمه، لانها احنا لسه اقول لك اخذها بالاساليب العلميه، يبقى بتتركز الصناعه في الدول المتقدمه. وبعض الدول الناميه، هتقول لي يعني ايه دول ناميه يا مستر؟ دول تسعى للنمو، تحاول تطلع لقدام. طيب التي ارتفعت اللي بتحاول توصل للشعوب المتقدمه، تعال نشوفها كده. لذلك النتائج اللي تترتب على كده ان الصناعه تتركز في الدول المتقدمه، وبعض الدول الناميه التي ارتفعت بمستوى الشعوب بتاعتها وبتطلع بها لفوق، مثل الصين، جنوب افريقيا، ومصر. الدول دي حاولت تطلع لمستوى الدول المتقدمه، ومنهم ما بقوا متقدمين دلوقتي. طيب نروح بعد كده. قال لي هنا مقومات الصناعه. طبعا يا اولاد عشان يبقى عندي صناعه لازم يبقى عنده مقومات. وليكن يعني ايه مقومات يا مستر؟ اقول لك. حاجات تقدر حاجات عشان تشغل المصانع بتاعتك. طيب المقومات دي حاجتين طبعا، واحنا متفقين على الكلام ده من زمان. اما المقومات دي تكون طبيعيه او مقومات بشريه. طيب تعال نشوفها واحده واحده معاك. طبيعيه ازاي يا مستر؟ وليكن انا محتاج موقع متميز زي مصر كده، موقعها وسط قارات العالم القديم، فتقدر تبعت التجاره بتاعتها لكل دول العالم. كلام جميل. محتاج ايه؟ محتاج ماده خام. يعني ايه يا مستر؟ محتاج ارض ازرع، ما دي ماده خام طبيعيه اهي، ازرع القطن عشان ابعته للمصنع يتعمل هدوم. جميل. محتاج معادن، محتاج مصادر طاقه، بترول وغاز عشان اشغل مصانع، محتاج معدن حديد ونحاس وذهب، وده طبعا كلها حاجات ربنا اداها لي، فبالتالي مقومات طبيعيه عشان اصنعها. تعال نشوف كده. اما البشريه، ايدي عامله مدربه تشتغل. طيب محتاج راس مال، اشتري الات ومصانع وعربيات وحاجات كتير. محتاج الحكومه توافق لي على مشروعات، يبقى اسمها السياسات الحكوميه. محتاج راس هنا التقدم العلمي، يبقى في عندي تقدم علمي. تعال نشوف مع بعض كده. قال لي بيرتبط هنا قيام الصناعه بمجموعه مقومات، هي مقومات الطبيعيه والمقومات البشريه. نبدا نشوف المقومات الطبيعيه بتاعتك. قال لي مواد خام معدنيه، حديد، نحاس، دهب، الكلام ده كله. مواد خام زراعيه زي القطن، زي الحاجات دي كلها. حيوانيه زي الجلود، نبدا نصنع منها المنتجات الجلديه. 2 مصدر طاقه، طبعا كهرباء،
هنا بترول، الكلام ده كله. رقم 3 الموقع المتميز. يبقى هنا مقومات الطبيعيه مواد خام زراعيه او حيوانيه او معدنيه. 2 الموقع المتميز. 3 المواد الخام او مصدر الطاقه. طيب المقومات البشريه اللي يكون ايدي عامله مدربه في تطور علمي وتكنولوجي. راس مال عشان اشتري الحاجات اللي محتاجها. اسواق عشان ابيع فيها. سياسات حكوميه ان الحكومه تدعمني وتوافق لي على الحاجات اللي انا محتاج اعملها. يبقى احنا هنا نقدر نقول المقومات الطبيعيه 3 والمقومات البشريه 5. مقومات الطبيعيه مواد خام، المقومات الطبيعيه راس المال، معايا موقع متميز، معايا مصادر الطاقه. طب مقومات البشريه 5، محتاج ايدي عامله مدربه، محتاج راس مال، محتاج اسواق، محتاج تطور علمي وسياسات حكوميه. طيب نشوف كده التدريب الحلو اللي معانا ده كده. قال لي بتختلف الصناعه من دوله لاخرى في مدى تركزها وجودتها ونوعيتها. طبعا صح، وهدي سؤال واللي هيجاوبه لي في الكومنتات معانا طبعا هنرد عليه ونكافئه ان شاء الله في الحصه بتاعتنا ان شاء الله. قال لي هنا الموقع المتميز وتوافر الاسواق مقومات بشريه. حاسس ان في حاجه غلط. طبعا غلط. اقول لك ليه. الموقع ده ربنا اللي ادالك مش انت اللي عملته، والاسواق ده هنا يبقى ده الموقع طبيعي والاسواق دي بشري. يبقى احنا هنشيل حاجه، مثلا ممكن نشيل هنا توافر اسواق ونحط لا عشان بشريه، معلش اسف. يبقى احنا نمسح دي كده، نشيل هنا الموقع المتميز ونكتب مثلا الايدي العامله او التطور العلمي، اي حاجه منهم. طيب ما العلاقه بين الصناعه الحديثه وتقدم الدول؟ اقول له ان الدول الحديثه هي الدول التي اخذت بالاساليب العلميه وتطوير وتحديث منتجاتها بشكل مستمر هنا عشان تفضل تحافظ على التطور بتاعها. طيب احنا محتاجين نعمل شويه حاجات مهمه قوي. طيب هي ايه بقى يا مستر؟ هقول لك. هناخد اهم المناطق الصناعيه في العالم. هناخد اهم المناطق الصناعيه في العالم. ايه المناطق الصناعيه المهمه في العالم؟ تعال اقول لك. طبعا في دول صناعيه كبيره في العالم بتحافظ على المنتجات بتاعتها وبتطورها. هتقول لي يعني ايه يا مستر؟ دول بتبدا تحافظ على تطورها. بمعنى اقول لك اهم مناطق بتصنع في العالم، احنا هناخد هنا اقاليم صناعيه. اقاليم صناعيه يعني اهم مناطق صناعيه في العالم. رقم 1 بدون منازع الاتحاد الاوروبي، او زي ما هو جاي عندنا في الكتاب. طيب نبدأ تاني اللون بتاعنا. هنا الأقاليم الصناعية. رقم 1 إقليم غرب ووسط أوروبا. هتقول لي يا مستر ايه اقليم غرب وسط اوروبا ده؟ دي مجموعه دول موجوده في غرب اوروبا. حتى احنا قلنا ان في الترم الاول ان دول غرب اوروبا اكثر تقدم من دول الشرق. مجموعه دول وغرب والوسط. قال لي دول حوالي 27 دوله او 28 دوله، منهم اقوى دول موجوده في العالم صناعيا وبتصنع. طيب الاقليم ده بيضم عدد من الدول كتير، اهمها على الاطلاق 3 دول. بريطانيا طبعا الاهم، فرنسا، طبعا المانيا. ودول اقوى دول اقتصاديه موجوده في دول الاتحاد الاوروبي. بالمناسبه بريطانيا طلعت منه بس حاجه خارج معلوماتنا يعني، فنخلينا. طبعا الدول دي بتتوفر فيها عوامل وحدتها. قال لي بتتوفر فيها المقومات. ايوه بتتوفر فيه المقاومات الطبيعيه اللي احنا قلنا عليها. طيب زي هنا توفر فيها التقدم العلمي وكل حاجه. فبالتالي حصل ما بينهم وحده اوروبيه، عملوا وحده. النتائج المترتبه على الوحده الاوروبيه قال لي انها اصبحت قوه اقتصاديه كبيره. تعال نشوف الكلام ده كده معاك. بسم الله يلا عشان ما نطولش عليك بس في الدرس. نبدا. قال لي المناطق الصناعيه الحديثه في اوروبا. هنا اقليم غرب ووسط اوروبا الاول بالمناسبه. طيب المراكز الصناعيه فيه؟ قال لي بريطانيا، فرنسا، المانيا. طيب قال لي بتتوفر في دول اوروبا مقومات الصناعه. قلنا ايوه. طيب حصل ما بينهم وحده. ما النتائج المترتبه على الوحده؟ وده السؤال الوحيد اللي هتلاقيه ما النتائج في الدرس. ما النتائج المترتبه على الوحده الاقتصاديه الاوروبيه؟ ما النتائج المترتبه؟ النتائج ان هم عملوا وحده اولاد طبعا، كملوا بعض و
بدلوا مع بعض وكملوا بعض فبقوا قوة اقتصادية، يبقى أدى إلى التكامل في الجوانب الاقتصادية بتاعتهم طبعا. وعشان التجارة تتنقل من مكان لمكان وما تبقاش غالية لغوا الجمارك ما بينهم. إيه الجمارك؟ اللي هي الضرائب اللي بتدفع على الرسوم اللي بتتنقل من مكان لمكان تاني. تعال نشوفوا مع بعض كده. قال تضافر في أوروبا مقومات الصناعة أدت الوحدة الاقتصادية الأوروبية إلى إيه؟ هتقول لها مستر إلى التكامل في الجوانب الاقتصادية سواء صناعيه وتجاريه وحمايتها جمركيا من هيئه الاتحاد الايه الاوروبي. هتقول لي ايه الاتحاد الاوروبي؟ اللي هو التجمع اللي بيجمع الدول الاوروبيه اللي هو اقليم غرب وسط اوروبا بيسموه دول الاتحاد الاوروبي. يبقى تاني كده يا مستر، اقليم غرب وسط اوروبا واول الاقاليم الصناعيه في العالم، يضم بعض المراكز بريطانيا فرنسا المانيا، بتوفر في مقومات الصناعه طبعا، فيما بينهم وحده اقتصاديه طبعا. ما النتائج المترتبه على الوحده الاقتصاديه الاوروبيه؟ تقول لي ادى ذلك الى هنا التكامل في الجوانب الاقتصاديه ما بينهم وحمايتها جمركيا من هيئه الاتحاد الاوروبي. طيب تاني اقليم صناعي قال لي ده اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. طبعا في الولايات دي في قاره امريكا الشماليه، طبعا شمال شرق الولايات ده اكبر اقليم صناعي في قاره قديمه ولا قاره جديده مستر؟ الاول بقى الولايات دوله في قاره امريكا الايه الشماليه، فبالتالي هو اقليم صناعي في قارات العالم الجديد. تعال نشوفه مع بعض كده. رقم 2 يا مستر اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. قال لي مكتوب جنبها كده اكبر اقاليم الصناعه في العالم الجديد. يبقى اكبر الاقاليم الصناعه في العالم الجديد هو اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. طب المنطقه اللي في الولايات دي اسمها ايه بقى اللي هي شمال شرق؟ قال لي بيسموها منطقه البحيرات العظمى. طبعا البحيرات العظمى ديت هي مجموعه بحيرات موجوده ما بين كندا والولايات. هقول لك اساميهم كده بس هي مش مطلوبه منك، مش مطلوبه منك. وبحيره اسمها هورن، بحيره اسمها سوبيريور، بحيره اسمها ميتشيجن. طبعا الاسامي تقيله بس قلت لك مش مطلوب منك حاجه. هورن، سوبيريور، ميتشيجن، شيكاغو. تاني واحده واحده كده نقولهم لك مره تانيه. بسم الله، خليهم لوحدهم كده. بحيره هورن، سوبيريور، ميتشيجن، ايري، وانتاريو. طيب نكملهم معاك تاني بقى كده واحده واحده. طيب بحيرة إيري وإنتاريو، يبقى هنا سوبيريور، هورن، ميتشيجن، إيري، وإنتاريو. طيب إن عايزين نرجع لموضوعنا، يشمل منطقة البحيرات العظمى اللي هو إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. بتتنوع الصناعات، أيوه دلل إنها بتتنوع الصناعات. أقول لك عندهم صناعات هندسية اللي هي الصناعات التقيلة. طبعا الولايات دولة معروفة إنها القوة الاقتصادية الأولى في العالم كدولة. طيب قال لي بقى فيها صناعات غذائيه واستهلاكيه حاجات خفيفه جدا. الصناعات الهندسيه مثل الالكترونيات التليفونات بقى والكلام ده والسيارات والادوات الكهربائيه. قال لي صناعات خفيفه واستهلاكيه حاجات كده زي الصناعات الغذائيه والنسيجيه اللي هو الاكل بقى واللبس والحاجات دي كلها. طيب ثالث اقليم اللي هم الدول بقى اللي بيدعكوا في بعض دلوقتي وبيتضربوا مع بعض، اقليم روسيا واوكرانيا. قال لي ركز كده بقى يا مستر، اقليم يبدو في شكل مناطق متباعده. يعني ايه مناطق متباعده؟ طبعا لان مساحه روسيا كبيره فالاقليم ده بعيد، يعني المناطق مش جنب بعضها كده، لا متباعده عن بعضها في اماكن متفرقه. طيب اهم المركز، خد بالك يعني احنا بناخد الاقليم ونشوف اهم المناطق المتقدمه اللي فيه. اهم المراكز اللي فيه اقليم موسكو وما حولها، وموسكو دي طبعا عاصمه روسيا، واقليم الاورال. يبقى تاني كده اول اقليم خدناه اقليم غرب وسط اوروبا، وطبعا دي قلنا دول اوروبا فيه المراكز الصناعيه المانيا بريطانيا وفرنسا. رقم 2 اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه، وده طبعا اكبر اقليم صناعي في العالم الجديد. طب رقم 3 اقليم روسيا واوكرانيا. قال له الاقليم ده بيبدو في شكل مناطق متباعده ولا متقاربه؟ متباعده طبعا، مثل مركز صناعي اقليم روسيا واقليم الاورال. رقم 4 اقليم شرق اسيا، موجود في دول شرق اسيا، مثل يضم مراكز صناعيه مثل جزيره هونشو باليابان وجمهوريه كوريا. رقم 3 مناطق في الصين. يبقى تاني نختصرهم كده، اقليم شرق اسيا، جزيره هونشو باليابان، كوريا، الصين. طيب نروح للمراكز. يبقى احنا كده خدنا مستر 4 اقاليم صناعيه نعدهم مع بعض: اقليم شمال غرب وسط اوروبا، اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه، اقليم روسيا واوكرانيا، اقليم شرق اسيا. كده احنا خلصنا الاربع اقاليم. امال مثلا هناخد ايه؟ هناخد المراكز الصناعيه الجديده. طيب قبل ما نروح بس كده معاك نتكلم يعني يا مستر اقليم مساحه من الارض كبيره بتضم عدد كبير من دول او دول مشتركه مع بعض. طيب ده اقليم منطقه كبيره بتضم مساحه دول. امال ايه المركز؟ المركز ده بيبقى موجود في دوله لوحدها. طيب واحده واحده كده معاك. طيب
نبدأ بالمراكز الصناعية. قال لي يا مستر آسيا موجود في دول جنوب شرق القارة. طيب دول الجنوب الشرقي مثل ماليزيا، سنغافورة، اندونيسيا، تايلاند. ماليزيا، سنغافورة، اندونيسيا، تايلاند. ماليزيا، سنغافورة، اندونيسيا، تايلاند. دي دول فين؟ مراكز في دول شرق اسيا. يبقى تاني بقى المراكز الصناعية، المراكز وليس الاقاليم. احنا خدنا 4 اقاليم: غرب اوروبا، شمال شرق الولايات المتحدة، روسيا، اوكرانيا، شرق اسيا. ناخد المراكز بقى. قال لي اول مركز دول جنوب شرق اسيا، امال اللي فوق كان شرق بس، دي بقى جنوب شرق مثل 4 دول: ماليزيا، سنغافورة، اندونيسيا، طيب ماليزيا، سنغافورة، اندونيسيا، تايلاند. طيب قال لي بعد كده دول الخليج العربي في اسيا برضه. قال لي والمعظم الصناعات اللي بتقوم فيها صناعات بتروليه. طيب نكتب جنب دول الخليج العربي ديت انها موجوده في جنوب غرب اسيا. جنوب غرب اسيا الصناعات الموجوده فيها صناعات ايه؟ بتروليه، معتمده على البترول. قال لي هنا مراكز صناعيه حديثه هنا موجوده في اسيا، في دول جنوب شرق، في دول جنوب غرب. طيب واحده واحده كده يا مستر. جنوب الشرق 4: ماليزيا، سنغافورة، اندونيسيا، تايلاند. طب ودول الخليج، قال لي دول الخليج العربي صناعتها بتروليه. طب دول الخليج العربي دي فين يا مستر؟ في الجنوب الغربي، في شبه الجزيره العربيه. ايه دول الخليج العربي؟ السعوديه، كويت، امارات، قطر، بحرين، عمان. السعوديه، كويت، امارات، قطر، بحرين، عمان. بس انا بقولها لك للمعرفه برضه. طيب نديك بقى، على نخلص كده هنديك سؤال حلو قوي. الاوقيانوسيه طبعا فيها دوله استراليا اللي هي قاره اوقيانوسيه. امريكا الشماليه فيها مراكز صناعيه زي كندا والمكسيك. طيب جميل. امريكا الجنوبيه فيها 3 دول: برازيل، ارجنتين، شيلي. كلام جميل. افريقيا فيها مصر ودوله جنوب افريقيا. طيب نكتب هنا دولة جنوب افريقيا. طبعا افريقيا فيها مصر، طبعا دي مصر في الشمال، اما جنوب افريقيا في الجنوب. يبقى هنا بتحتوي على مراكز صناعية في الشمال، والجنوب هي قارة افريقيا. كده يا مستر احنا خلصنا الدرس. ايه ده بسرعة كده؟ طبعا درس خفيف لذيذ معاك. نبدأ نحل الحاجات كده. المناطق الصناعية كده: اقليم غرب وسط اوروبا موجود فيه يا مستر، نشوف الدول، 3 دول نحطهم مع بعض كده: بريطانيا من غير بقى ما نبص على الاماكن، وفرنسا. ايوه جميل كمل. وهنا ايه ما بين ايه؟ المانيا. حلو كلام جميل. 2 اقليم شمال شرق الولايات المتحده اللي موجود فيها منطقه البحيرات العظمى. كلام جميل. رقم 3 اقليم شرق اسيا موجود فيه طبعا جزيره هونشو، جمهوريه كوريا، الصين، مناطق في الصين. كلام جميل. اقليم روسيا واوكرانيا طبعا كان موجود فيه هنا اقليم موسكو. 2 اقليم الاورال. طيب رقم 4 المراكز الصناعية الحديثة. طبعا دي كتيرة فاحنا نكتب منها اللي فاكرين اللي موجود: مصر، ماليزيا، سنغافورة، اندونيسيا، تايلاند، دول الخليج العربي. ناخد كمان استراليا، البرازيل، الارجنتين، شيلي. طيب في كتير. طيب نديك السؤال بقى بتاعنا الحلو يا حلو. طيب احنا قلنا في الدرس مراكز صناعية واقاليم. انا عايز اقول لك ان هنا دول، السؤال اهوت وهنجاوبه لي وان شاء الله نكافئك عليه: دول جنوب غرب اسيا تعتمد على في صناعتها على، نقول لك مثلا اللي هي الإلكترونيات. لا نخليها بشكل تاني أحسن. معتمدة على الصناعات الإلكترونية، ولا رأس المال، ولا أقول لك أنا هخلي السؤال من غير اختيارات عشان ما يبقاش أسهل. يبقى احنا هنا نقول السؤال تاني:
دول جنوب غرب آسيا تعتمد في صناعتها على إيه؟ محتاج إجابة منك هنا كده. طيب ناخد بقى معاك حاجة صغيرة كده نحاول نشوفها معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بس تظبط معايا، لو ظبطت هنحاول نظبطها لك بشكل كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. نختار اللون الأسود. حط معاك بقى كده الأقاليم الصناعية والمراكز بتاعتها بشكل سريع. احنا قلنا أول إقليم غرب وسط أوروبا، يبقى في المنطقة دي كده. يبقى هنا لما يجيب لي كده إقليم أقول له 1 إقليم غرب ووسط أوروبا. كلام جميل. رقم 2 نقسم بقى القارة دي كده لكام حاجة. هنا كده كندا، طبعا ده مركز صناعي كندا. هنا مركز صناعي اللي هو المكسيك في أمريكا الشمالية. طبعا الولايات هي أكبر المراكز الصناعية والأقاليم فيها. هنا منطقة كده شمال شرق الولايات. يبقى المنطقة دي لو جابها لي كده منطقة إيه؟ أقول له شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى أول إقليم غرب وسط إيه؟ أوروبا. تاني إقليم شمال شرق الولايات المتحدة. هنا كده المنطقة دي. طبعا معانا مركزين، مركز صناعي اللي هو كندا، مركز برضو صناعي اللي هو المكسيك. أمريكا الجنوبية كان فيها ثلاث مراكز صناعية، البرازيل والأرجنتين وشيلي. طيب ناخدهم مع بعض كده. ادي البرازيل هنا كده، دي البرازيل. تحت هنا كده معانا الأرجنتين. آخر حاجة هنا دولة في هنا شيلي. طيب نروح بعد كده لدول أفريقيا. قال لي طبعا مركزين صناعيين، مصر في الشمال، جنوب أفريقيا في الجنوب. يبقى تاني كده يا مستر قبل ما نكمل بس. أول إقليم صناعي إقليم غرب وسط إيه؟ أوروبا. رقم 2 إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. رقم 3 إقليم شرق آسيا. طبعا شرق آسيا هنا كده طبعا في دول صناعية، تعال نشوفهم كده. قال رقم 1 جزيرة هونشو باليابان، يبقى ديت هنا دي دولة اليابان، يبقى جزيرة هونشو هنا كده. طيب 2 جمهورية كوريا، هتلاقي هنا جمهورية كوريا في الممتد ده هنا كده كوريا. طيب رقم 3 الصين، طبعا كدولة معروفة هي دولة الصين. طيب ديت إقليم الصناعة. إقليم روسيا وأوكرانيا طبعا هو موجود في المنطقة دي كلها كده. هنا كده إقليم روسيا، طبعا ديت أوكرانيا. طيب رقم المراكز الصناعية قلنا في أفريقيا مصر، وطبعا تحت دولة جنوب أفريقيا. مراكز صناعية في أمريكا الجنوبية البرازيل، الأرجنتين تحت، شيليا. مراكز صناعية في قارة أمريكا الشمالية كندا والمكسيك. طيب المراكز الصناعية في الأوقيانوسية هي استراليا. طبعا مراكز صناعية برضو نوت كده دول الخليج العربي، الصناعات البترولية بتاعتها. وكده نقدر نكون وصلنا معاك إلى نهاية درسنا النهاردة، ونكون خلصنا الدرس الرابع وشرحنا لك إجابة وافية معاك. تابع معاك كده في كل الدروس إن شاء الله، ونقدر نقول لك اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.